بعد ما محمد علي قدر يتصدى لحملة سيزر اللي كانت خطر حقيقي على ولايته في بداية حكمه لمصر، بدأ يلاحظ حاجة خطيرة جدا: خطر الزعامة الشعبية عليه، لأنه كان ناوي يعمل إصلاحات كتير، كان محتاج يفرض ضرائب أكتر على الفلاحين والتجار. فبدأ يشكل فريق جديد من الشيوخ يكونوا الشيوخ السلطان، زي الشيخ محمد المهدي والشيخ محمد الدولي اللي خدوا منه فلوس عشان يوقعوا بالشيخ عمر مكرم. وبالفعل محمد علي استدعى الشيخ عمر مكرم واتهمه تهمة كبيرة جدا إنه كتب اليهود والأقباط في دفتر الأشراف، وبعدها عزله من منصبه كنقيب للأشراف ونفى دمياط. ومن بعدها بقت الشيوخ اللي حلت مكانه معروفة باسم مشايخ الوقت، ودورهم كان بسيط جدا: يصدقوا على قرارات الوالي مهما كانت ضد مصلحة الناس. وهنا محمد علي بقى اتفرغ المماليك اللي هربوا وعاشوا في الصعيد. بدأ يفكر ازاي يتخلص منهم تماما خوفا من انقلابهم عليه بعدين، فقرر يخدعهم بحيلة ذكية جدا. بدأ يكرمهم ويوزع عليهم هدايا عشان يقنعهم يرجعوا للقاهرة تاني، وقال لهم يعيشوا في القصور بدل حياة التشرد والتعب في الصعيد. وبالرغم ان كبار المماليك زي ابراهيم بيك الكبير وعثمان بيك كانوا حاسين ان في حاجة غريبة، الا انهم وافقوا في الاخر. في الوقت ده كان الوهابيين سيطروا على الحجاز وخرجت من تحت حكم العثمانيين. السلطان بعت لمحمد علي وامره يحرك حمله عسكريه لتحرير الحجاز، لكن محمد علي قال له استنى شويه، الاوضاع في مصر مش مستقره، اديني وقت اثبت حكمي الاول. وفي 1 مارس 1811 دعا المماليك لحفله كبيره جدا عشان يعين ابنه احمد طوسون قائد الجيش اللي راح الحجاز. المماليك صدقوه واتجهوا فعلا لقلعه صلاح الدين يحتفلوا بابن الوالي. وعشان محدش يشك في حاجه، محمد علي دعا اشراف البلد وعلمائها وشيوخها واعيانها، وبعد ما خلصت الحفلة طلب من المماليك انهم يخرجوا في موكب ابنه وهو نازل من القلعة. ولما وصلوا للمنحدر صخري عند باب العزب، فجأة امر محمد علي بغلق الابواب. الخيول بقت بتطلع فوق بعض، وساعتها امر بفتح نيران البنادق عليهم، واتقتلوا كلهم تقريبا ما عدا امين بيك اللي نط بحصانه من فوق القلعة. عدد اللي ماتوا في المذبحة دي وصل ل 470 مملوك. بعدها امر محمد علي جنوده يروحوا يقتلوا كل المماليك الباقيين في بيوتهم ويسرقوا ممتلكاتهم. واستمرت اعمال القتل والعنف لحد تاني يوم الصبح، واتقتل حوالي 1000 مملوك كمان. وبكده انفرد محمد علي بحكم مصر بعد ما خلص على المماليك كلهم. اللي حصل يا صديقي ده خلى مؤرخين كتير في الغرب ينتقدوه، وقالوا انه خدع المماليك واستدرجهم عشان يتخلص منهم بمذبحه بشعه تعتبر من ابشع ما حصل في تاريخ مصر، لدرجه ان بعض المؤرخين شايفين ان معاملته دي اليوم كانت السبب الغير مباشر لقيام ثوره يوليو 1952 ضد الحكم العثماني. لكن المؤرخين العرب وكبار الشخصيات المصريه زي الزعيم فريد كانوا شايفين غير كده تماما. كانوا مدركين خطر المماليك اللي كانوا بيفرضوا ضرائب كتيره على الفلاحين والتجار باسم الحمايه، وكانوا بيحكموا بالظلم والقسوه. صحيح ان محمد علي فرض ضرائب كتير فعلا، بس الفرق انه صرفها على تطوير مصر ورفع شأنها. ويكفي انك تعرف ان في بدايه عهده الحركه الوهابيه كانت قويه لدرجه انها شكلت تهديد مباشر على الدوله العثمانيه نفسها. والسلطان وقتها طلب من ولاد مشك وبغداد يتحركوا بجيوش لتحرير مكه والطائف، لكن محدش قدر يهزم الوهابيين غير محمد علي. بعت ابنه احمد طوسون، ولما فشل اتحرك هو بنفسه ومع ابنه ابراهيم بيك وراح شبه الجزيره العربيه، وقدر فعلا يهزم الوهابيين ويجبر قادتهم يسافروا للعاصمه يقدموا فروض الولاء والطاعه للسلطان ويسلموا كل المجوهرات والتحف اللي كانت معاهم. محمد علي ما اكتفاش بمصر بس، الراجل كان بيحلم بامبراطوريه كبيره، فجهز حمله عسكريه ضخمه واتجه بيها ناحيه السودان عشان يضمنها للاراضي المصريه، وكمان يستفيد من ثروتها الهائله: ذهب وفضه وماس وكل الخيرات اللي كانت هناك. ده غير كمان حلمه انه يزود عدد الجنود في الجيش المصري، وده كان طريق تجنيد السودانيين نفسهم اللي كانوا معروفين بالقوه والشجاعه. لكن الاهم من كل ده، محمد علي كان عايز يقضي تماما على المماليك، فبالفعل جهز 4000 جندي بقياده ابنه اسماعيل باشا، وطلعوا في مراكب نيليه متجهين للسودان. وهناك واجهوا المماليك وقدروا يحققوا انتصارات ضخمه. وبعد كده محمد علي ما اكتفاش بكده، بعت تعزيات بقياده ابنه ابراهيم باشا عشان يكمل فتوحاتهم على امتداد نهر النيل لحد ما يوصل لجنوب افريقيا. لكن للاسف بسبب انتشار الامراض في المناطق الفقيره اضطر يرجع بعد ما عدى جنوب السودان، وبعد ما المرض اصابه. اما اسماعيل باشا فنجح في انه يضم السودان بالكامل للاراضي المصريه، وبقى السودانيين خاضعين كلهم لحكم محمد علي. بدأ الرخاء الاقتصادي يظهر في اوروبا. في نفس الوقت قامت حركات كتير بتطالب بالتحرر من الحكم العثماني، ولان الدوله العثمانيه كانت خلاص في حاله ضعف ما كانش حد قادر يوقف الثورات دي، خصوصا الثوره في اليونان. السلطان وقتها لجأ لمحمد علي، قال له انقذ الاسلام وخليفه المسلمين اللي بقوا في خطر على ايد المتمردين هناك. وبالفعل محمد علي امر واحد من ولاده يتحرك على راس جيش ضخم ناحيه اوروبا عشان يسيطر عليها ويوقف الثورات، وفعلا نجح بسرعه خرافيه. النجاحات دي خلت حكام فرنسا وانجلترا وروسيا اللي كانوا اقوى الجيوش وقتها يجتمعوا عشان يطلبوا من السلطان في الباب العالي انه يوقف
يوقع على بروتوكول سان بطرسبرغ، وده كان اتفاق هدنه مع اليونانيين يمنحهم قدر من الحكم الذاتي بس يفضلوا تابعين للسلطان في العاصمه. لكن السلطان العثماني كان متهور جدا، وده خلى محمد علي حس ان الجنود اللي بعتهم للسلطان العثماني في العاصمه بقى عبء كبير، خصوصا انها بقت هي جيش الدوله العثمانيه الحقيقي. ساعتها محمد علي قرر قرار جريء جدا، قرر انه ينفصل عن اسطنبول لما اتاكد انها فعلا تستحق لقب رجل اوروبا المريض. ورجع محمد علي على قوته لمصر، لكنه منساش ان الدوله العثمانيه بقت ضعيفه، وده خلاه يحلم بزياده نفوذ عن طريق ضم الشام للاراضي المصريه. في الوقت ده الشام كانت تحت حكم الدوله العثمانيه، ومحمد علي كان شايف ان الخلافه الاسلاميه بقت في خطر ومتفككه، وكان شايف ان الحل الوحيد هو انه يوحد كل الدول العربيه تحت رايه خلافه جديده قويه تقدر تواجه جيوش اوروبا واسيا لو حاول اي حاكم يتمرد على العثمانيين. وبالفعل بدا حمله عسكريه ضخمه ناحيه شبه الجزيره العربيه عشان يفتحها من الشام لحد اليمن في الجنوب، وخصوصا انه كان محتاج مواد مهمه زي الخشب والفحم الحجري والنحاس والحديد اللي كانت مصر وقتها انتاجها منهم محدود. ولحد ما تم توقيع اتفاقيه كوتاهيه سنه 1833 كان محمد علي خلاص بدا يحقق حلمه الكبير بخطوات ثابته، وبيمهد الطريق لامبراطوريه مصريه بتقود الشرق. وكانت الاتفاقية دي عبارة عن اتفاق بين مصر والدولة العثمانية اللي كانت وقتها بتحارب جيوش ألمانيا، وده لأن انتصارات إبراهيم باشا ابن محمد علي في شبه الجزيرة العربية كانت خيالية فعلا. تخيل تقريبا كان بيفتح كل يوم مدينة جديدة، لحد ما الدولة العثمانية اضطرت إنها توقع اتفاقية لندن سنة 1840 مع الإمبراطورية الروسية وبروسيا والمملكة المتحدة والإمبراطورية النمساوية عشان يكونوا كلهم ضد محمد علي وفتوحاته اللي ما كانش حد قادر يقف قصادها. وده لأن الأهالي في كل المدن اللي بيدخلها بيساعدوه، مش بس عشان بيصرف على الجيش، ده لانه كان بينفق الضرائب في مكانها الصح، فكانت التجاره بتزدهر والرخاء بيعم. الناس كانت بتفرح لما يسمعوا ان محمد علي دخل بلدهم، لدرجه ان الاهالي كانوا بيتطوعوا في جيشه بنفسهم عشان يشاركوا في فتوحات بتحرر بلادهم وبلاد المسلمين. المؤرخين المسلمين قالوا ان لجوء السلطان العثماني محمد الثاني للدوله الاوروبيه واستنجاده بالغرب ضد جيش محمد علي كان خيانه للاسلام، خصوصا ان محمد علي كان غيور جدا على الاسلام والخلافه الاسلاميه، وكل جهوده كانت لنصره الدين مش عشان مكاسب شخصيه. لكن في النهايه وبعد تهديدات مرعبه من دول اوروبا اضطر محمد علي انه يتنازل عن فتوحاته في الشام ويرجع لمصر ويكتفي بحكمها، في مقابل ان الحكم يبقى وراثي، يعني من الاب للابن وهكذا، لحد قيام ثوره يوليو 1952 على ايد الجيش المصري. وعلى الرغم من كده محمد علي كان بنى دوله عصريه على الطراز الاوروبي استعان فيها بخبراء اوروبيين زي سيمون، وكان من اهم دعائم دولته الحديثه هي سياسته التعليميه والتثقيفيه. محمد علي كان مؤمن ان العلم هو المفتاح، وانه مش هيقدر يبني جيش قوي ولا اقتصاد ناجح ولا إدارة فعالة. فعلا يا صديقي أسس جيش نظامي حديث على نهج الجيوش الأوروبية، وأنشأ لأول مرة مدرسة حربية في أسوان، وكون أسطول قوي للجيش المصري، وبعت بعثات لا حصر لها من الأزهريين لأوروبا عشان يتعلموا في كل المجالات. كمان أسس مدرسة ابتدائية لإعداد أجيال من المتعلمين اللي يعتمد عليهم في بناء دولته، وكان أول حاكم عثماني ينشئ قاعدة صناعية في مصر زي مصانع الغزل والنسيج ومصانع الجوخ في بولاق، ومصانع للحبال اللي بتستخدم في السفن الحربية والتجارية، وكمان مصانع للأقمشة الحريرية والصوف والكتان والطرابيش، وحتى معمل سبك الحديد ببولاق، مصنع ألواح النحاس اللي كانت بتتبطن بيها السفن، غير معامل السكر والصابون ومصانع الإزاز والصيني والشمع ومعاصر الزيوت. كمان أنشأ الترسانة البحرية اللي كان ليها دور ضخم في صناعة السفن التجارية، واهتم بالزراعة جدا، شق الترع وبنى الجسور والقناطر ووسع الرقعة الزراعية، خصص حوالي 3300 فدان لزراعة التوت عشان إنتاج الحرير الطبيعي، وزرع الزيتون لإنتاج الزيوت، وزرع الأشجار لتلبية احتياجات بناء السفن. كمان دخل صنف جديد من القطن يصلح صناعة الملابس. وفي كل المجالات دي محمد علي أثبت تفوقه وعبقريته في تطوير مصر. لكن بعد توقيع اتفاقية لندن والتزامه بالانسحاب من الشام سنة 1840 بدأ يعاني من جنون الارتياب واشتد عليه المرض، خصوصا لما عرف ان ابنه ابراهيم باشا مصاب بالسل. السل وقتها كان مرض مميت في الغالب، واضطر ولاده انهم يشيلوه من الحكم بعد ما اصيب بالخرف في اخر سنين عمره، لحد ما توفى في 2 اغسطس 1849 وعمره ساعتها كان 80 سنه، بعد ما حكم مصر 42 سنه شافت فيها البلاد تقدم رهيب في كل المجالات، تجاره بقى، صناعه، زراعه، اداره، عمران. وفضل نسل محمد علي يحكم مصر لحد قيام ثوره يوليو 1952 اللي بدأت صفحه جديده في تاريخ مصر وشعبها. وبكده يا صديقي تكون نهاية حلقتنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتستنى الحلقات الجديدة.